السلام عليكم الخوت. الحكاية ديالنا اليوم حكاية من التراث الشعبي المغربي. الوزير بوطاقية. كان يا ما كان في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان. كانت الريشة تقهر الميزان، وكان الأعمى يتخطى الحيطان، وكان الشيخ يقطع الويدان. والعرصة اللي هي البستان الصغير كانت تعدي القبيلة وتزيد الجيران. وكان حتى كان في بلاد السلطان باهي طالعة اللي كانت الخير البلدان. كان له وزير بطاقية، تفكرتوه؟ هذا يا سيادي أمير. منذ نجمة صباح سيدي في القصر، وصبحت عنده حتى هو كلمة. دارو مولاه باهي طلع وزير، الشورى شورتو والحكمة حكمتو. لكن أمير مازال هو الأمير اللي عرفتوه. والطاقية ما بقات عجيبة كيف كانت، رجعت طاقية كيف الطواقي، بحال اللي على راس الفلاح والساقي. لكن زمانه كان زمان الخير والعز الكبير. في ليلة من الليالي مولاي باهي الطلعة في بيت ناعس، لا عساس على باب ولا حارس. دخلت من الشرجم ريحة شهي، فيقت السلطان من نعاس، شمها وقال: الله على ريحة الشوا واللحم فتية. ما هذا طاجين وما هي طنجية. قام السلطان من الفراش وقصد بيت الوزير بوطاقية، دق بابه ولقى الجواب. لقى السي الوزير ولا شامة هايمين بريحة اللي مثلت المكان. قال السلطان للوزير بوطاقية: يلا نخرجوا نشوفوا حكاية الشوا اللي كسر نعاسنا. قال ليه بوطاقية: نخرجوا بلباس الجاه ولا بلباسنا. جاوبوا السلطان: باهي الطلعة، حالنا بحال الناس. السلطان اليوم هو الشواي. ايوا سيادي. خرج مولاي السلطان والوزير بوطاقية ولباسهم لباس الناس، تقول غير فلاح ولا عساس باش ما يعرفهم حد. لقاو صف طويل قدام محل مول الشوا، الكل ماد يديه. الطويل ما يسمح في حقه، والقصير النوبة دوارة ما توصل ليه. مول صاحب المحل شاف مولاي السلطان والوزير بوطاقية وخواليهم الطريق. الناس ما عرفوهم، ولكن مول المحل عرفهم، لباسهم لباس الناس وحالتهم. لكن الشواي منطق باسمهم. غير زيدو أسيدي، تفضل أمولاي. شاف السلطان في بطاقية وقال: وقيل بين علينا السلطان حتى إلى صحابنا الفقر والجيعان. دخل مولاي السلطان بطاقية كيف ما قال ليهم، مول المحل داخل والناس على برا مصافين. ايوا غير دخلوا لداخل طاحوا في واحد الحفرة مالها قرار. صاحوا ونادوا لكن ما حد سمعهم. فات الوقت ومشى آخر المساكين، ومول المحل سد عليه باب وبغى يحسب الحساب. اش باغي واش بقى. وقف على باب الحفرة وقال هو كيضحك: وقعتوا في المصيدة، ما عاش نطيبكم ونطبخكم بالحريرة ولا العصيدة. ما فهمش لا السلطان ولا بطاقية الكلام. قال لي السلطان باهي الطلعة: واش عرفتينا شكون؟ انا مولك السلطان، وهذا سيدك الوزير بوطاقية. ايوا قفز مول المحل من المكان وطلعتم وقال: السلطان والوزير، ايوا هذا الحال، ما عندكم خروج من لك شفتوا امري، حيت ما عرفتكم. سولوا بوطاقية: وعلاش دخلتينا من اللي ما عرفتينا؟
جاوبو مول المحل ديال الشوا: انا في الشوا، السمين سيدي ومولاي، لحم فتية وكثير. فهم بوطاقية الحكاية، وعرف ان الشواي كيوكل الناس لحم بنادم. النوبة هاد الليلة جات فيهم. قال ليهم الشواي: وجدوا نفوسكم للفشر للذبيحة. خاف مولاي السلطان وقال له بوطاقية في ودنيه: لا تخاف مولاي السلطان، الداهية كاين اللي دها منه. اسمح لي نسألك مولاي الشواي، شحال كتربح في نهارك من هاد الشوا ديالك؟ جاوبوا الغدار: كنربح سرة ديال الذهب، ولكن حيت السمونية اللي نتوما فيها غدا نفوت 2 ولا 3. قال ليه الوزير بوطاقية: إلا كان رباحك كل يوم 10 سراير، اش قولك بلا ذبيح ولا سليخ؟ انتبه الغدار للكلام وقال: 10 سراير نكون وزير في مكانك ولا مكان السلطان؟ هذا كلام كذوب ونفاق، وقيل غير سمعتي ذبيحة وجاك الحماق. جاوبوا بوطاقية: هذا كلام الجد، جيب لينا كل ليلة الحرير والخبز والزيتون، وحنا نسجو ليك أسيدي لباس العيان، الباس في الزين والكمال، ما يشريه غير التاجر مول المال، والكمال لله سبحانه وتعالى. نجرب الغد، وإلا ما بان نرباح نذبحكم ونشويكم وما يعرف حد خباركم. وبالفعل جاب ليهم اللي طلبوا منه بوطاقية: الزيتون والخبز والحرير، وزادهم على الشمع. وفي اليوم الأول نسجوا 10 جلالاب، وباع كل جلابة ب10 سراير. الغدار فرح وطمع في الرباح، وتحول الغدار من شواي البايع لباس العيان. هكذا قدر بوطاقية يأجل الذبيح لأيام طويلة، ما عرف حد حكمة الحيلة. وفي ليلة قال له مولاي السلطان وطلب منه شي ماكلة زوينة: الزيتون هلكنا والبرح فات لنا عينينا. جاوب الوزير بوطاقية: لا مولاي السلطان، واسمح ليا، إلا كلينا مزيان سمانو واتقل حركتنا، وإلا قل الرباح غادي يطمع فينا وفي الحمنة، نصبرو حتى ييسر الله في حيلة ثانية. فهم السلطان المغزى وزاد كلام على كلام. ايوا مرت الايام والغدار يزيد في الرباح، لا حد يسأل منين يجيب اللباس ولا منين عارف المقياس. واحد الليلة جلس يفكر بوطاقية في حيلة جديدة. سولو مولاي السلطان: اشنو دابا بوطاقية؟ المقام طوال وصبح يبان لي الخروج محال. جاوبوا بوطاقية: لها مدبر حكيم، اللي وهبني الحيلة الأولى يوهبني الثانية. وكيف ما قال بوطاقية، واحد الليلة جلس يفكر بوطاقية في حيلة جديدة. سولو مولاي السلطان: اشنو دابا بوطاقية؟ المقام طوال الصباح يبان لي الخروج محال. جاوبوا بوطاقية: لها مدبر حاكم، اللي وهبني الحيلة الأولى يوهبني الحيلة الثانية. وكيف ما قال بوطاقية، الوهاب ما ينساش العباد. الحيلة الثانية في الطريق، والظاهر إلا كملت ما بقى الغدار رفيق في الحفرة ولا صديق. نادى بوطاقية للغدار وقال: مولاي، كتب لينا شحال بعنا من يوم بدينا الخدمة، باش نعرفو واش نبقاو هكذا ولا نزيدو الهمة. جاوبوا الغدار في الحين: نخاف نكذب، حيت الحساب نعرف ليه، ولكن الحرف بعيد عليا وبعيد عليه. بان الضو في وجه بوطاقية وضحك ضحكة خفيفة، حيت جات الحيلة اللي تاخد الغدار لدار الخليفة. ملي غاب الغدار على الانظار، قال مولاي السلطان: باهي الطلعة، اش من حيلة جديدة هادي اللي غادي تطيح العدو في المصيدة؟ جاوبوا بوطاقية:
هادي عرفناها. الغدار ما يعرف يكتب، ما يعرف يقرأ. نطرزو الكلام بالزواق في اللباس، وهكذا الأخبار توصل للناس. مولاي السلطان. ايوا في الليلة التانية قالوا ما كاين نعاس. في اللبسة الأولى طرزو عتقونا، لكن ما يقراها غير الفاهم، حيت واخا الغدار ما يعرف يقرا، ولكن كيعرف الكتبة من الزواق. إلا شك في اللباس تكون ليلتهم اللي خيرة. طرزوا 10 اللبسات، ولكن حد ما فهم الكلام. كلهم فيهم عتقونا، وزادوا 10 ثانيين فيهم أنا السلطان والوزير، و10 ثالثين فيهم عند الشواي. مرت الأيام، واحد ما فهم الكتبة. واحد واحد اليوم خرجت لاله شامة من القصر، حيت صبحات هي الأمرة والناهية، وهي تسير البلاد والعباد حتى يبان للسلطان الآثر. خرجت أسيادي تزور السوق، تعرف الرواج اللي فيه، وسبقها البراح بالبوق. الغدار سمع من البراح أخبار لاله شامة في السوق، وخرج أحسن لباس اللي عنده، وطمع في السرايرها، وبدا ينادي على السلعة. جات لاله شامة المحل، شافت اللباس وعجبها الطرز اللي فيه، وشرات 3 لبسات، كل لبسة في طرزها، وغادرت المكان. لاله شامة مشات للقصر ودخلت لبيتها. لبست اللبسة الأولى، وقفت قدام المراية، شافت الطرزة وتسمرت. الكتبة في المراية كتبان مقلوبة، وحيث هي مقلوبة في الطرزة صبحت مقرية. مكتوبة في اللبسة أنا السلطان والوزير. خذت اللبسة الثانية وقابلتها قدام المراية، وقرات عتقونة. وفي الثالثة قرات عند الشواي. لاله شامة ما عرفت تزغرت ولا تبكي. السلطان وبوطاقية اللي ظناتهم ماتوا وتركوا البلاد مسجونين شهور عند الشواي. جمعت لاله شامة عساكرها وقصدات محل الشواي. الهرج والمرج بدا في السوق. لاله شامة قاصدة مول اللباس، لكن ما حد عارف ليش. ولاله شامة مشات للقصر ودخلت لبيتها. لبست اللبسة الأولى ووقفت قدام المراية، شافت الطرزة وتسمرت. الكتبة في المراية كتبان مقلوبة، وحيت هي مقلوبة في الطرزة أصبحت مقرية. مكتوب في اللبسة أنا السلطان والوزير. خذت اللبسة الثانية وقابلتها قدام المراية، وقرات عتقونة. وخذت اللبسة الثالثة وقرات مكتوب عليها عند الشواي. لاله شامة ما عرفت تزغرت ولا تبكي. السلطان وبوطاقية اللي ظناتهم ماتوا وتركوا البلاد مسجونين شهور عند الشواي. جمعت لاله شامة عساكرها وقصدت المحل ديال الشواي. الهرج والمهرج بدا في السوق. لاله شامة قاصدة مول اللباس، لكن ما حد عرف ليش. الغدار وصلت ليه الأخبار، جمع سرايرو وخلى المكان، وبقى بان ليه آثر. أما العسكر خربوا المحل وقلبوا على مولاي السلطان والوزير بوطاقية. ملي هبطوا للحفرة لقوهم هازلين مساكن والجلد على العظم. فرح بوطاقية باللي صار، وعرفوا الناس انهم كانوا على عند الغدار. خرج السلطان والوزير من المحل، والناس فرحانين وناشطين وتزغريت رجوعهم بعد ما كان الكل ظن ان السلطان والوزير ماتوا. مرت الايام والعافية والصحة رجعت للسلطان باهي طلعة، والوزير بطاقية. البسمة رجعت لاله شامة برجوع اميرها سالم غانم. ومن بعد ايام قليلة وصلت اخبار جديدة للقصر، باللي العسكر لقاو القبض على الغدار. ايوه هالغدار بين يدين السلطان يبوس اليدين والرجلين. سمح واغفر مولاي السلطان، هذه توبة، توبة صادقة.
دارها بيا الفقر والحاجة، الطمع عملية البصيرة. لكن السلطان باهي الطلعة والوزير بطاقية ما نساو اللي مر عليهم بسباب الغدار، وما نساو ما دار في حق البشر. هاجوا الناس عليه وهزوه ورموه وسط الجمر حتى يذوق من اللي ساقوا لغيره، وياخد جزاء الشر والطمع في السلطان والوزير. تفشت القلوب ورجع الخير لمواليه، والناس تحفظوا وتصونوا، والشر ما كاين اللي يقبل عليه ولا يعمر حصونه. وهكذا عاشت البلاد ومشات حكايتي من واد لواد ومن بلاد لبلاد. حكيتها الجداد للصبيان والحفاد. انا دابا كملت لكم القصه ديالي، وكنتمنى اللي عجباتو القصه واحد القليب في تعليق ويقول لي شي كلمه زوينه، ويشارك هاد القصه مع 2 ولا 3 ديال الناس مع اشتراك ولايك. كنشكركم بزاف الخوت.